ليه اللمبة دي ممكن تخليك أذكى؟ سنة 1973 في مدرسة في ولاية فلوريدا الدكتور جون أوي عمل تجربة عشان يدرس فيها تأثير أنواع الإضاءة على تركيز وسلوك الطلاب، فجاب مجموعة طلاب وحطهم في فصل مقفول من غير ولا شباك، وشغل ضوء أبيض فوق دماغهم لمدة أكتر من 90 يوم، وبعدين بدله بضوء أصفر لنفس المدة. وهنا ظهرت المفاجأة، الضوء الأبيض خلى الطلاب مشتتين وقلقانين وعندهم صعوبة واضحة في التعلم، لكن الضوء الأصفر ساعد الطلاب على التركيز وتحسين سلوكهم، لدرجة إن في طفل قدر يتعلم القراءة لأول مرة خلال الفترة دي. طب ايه الفرق بين الضوئين يا عم شرف؟ الفكرة كلها في طيف الألوان. الضوء الأبيض بيبعث ألوان محدودة جدا، وده بيسبب إجهاد وبيأثر بالسلب على الهرمونات زي السيروتونين والميلاتونين. لكن الضوء الأصفر ده ضوء كامل الطيف، بيبعث ألوان كتيرة، وده بيخليه قريب جدا لضوء الشمس الطبيعي اللي بيساعد المخ إنه يحافظ على التوازن الصح للهرمونات والناقلات العصبية، وبالتالي مزاجك يرتفع، تركيزك يزيد، وبتكون أكثر إنتاجية. عشان كده لو عايز تحس بفرق في نشاطك ومزاجك، غير الإضاءة في المكان اللي انت فيه، بس الأول اعمل فل. سلام.